الفيديو اصلا عباره عن ايه؟ بص، هو مجموعه صور ورا بعض يا راجل. بس الفكره ان انت هنا مش هتحس ان هم صور اصلا، فعشان كده بتشوفوا فيديو عشان الصور دي بتيجي ورا بعض بسرعه معينه، فانت مش هتترجم ان هم شويه صور اصلا. الثانيه الواحده بس في 24 صوره، شوف انت الثانيه الواحده بس اكيد يعني مش هتجمع انها شويه صور. ده الفيديو باختصار يعني. انما المونتاج يمكن ده تاني اهم حاجه بعد التصوير. والمونتاج مش مجرد ان انت تقطع وتلزق بس كده خلصت، لا، انت لازم تكون عارف كويس اسس المونتاج. في طرق كتير عشان تقطع كويس، عشان تخلي المشهد متناسق. يعني مثلا لو الفنان بص على حاجه، اجيب ايه هي الحاجه دي اللي المفروض اللقطه اللي بعد اللقطه بتاعه الفنان، وده عشان اخلي المشاهد يشوف المشهد ده من عين الفنان او الشخص اللي جوه الكاميرا. ممكن برضه اقطع وما اجيبش المشهد اللي بعده على طول ايه ده؟ قول. ايه البخت الاسود ده؟ يعني عشان اخلي المشاهد يحس بغموض واخليه مستني اللقطه اللي المطلوب احطها. عشان تعمل فيلم مثلا او فيديو، انت لازم مبدئيا تصور اللي انت عايزه. يعني ده بديهي. اذا كان بقى مشهد فاضي، شخص وراه حاجه، اي حاجه يعني، وخلاص المهم يكون معاك مشهد. ده في حاله انك هتاخد المشهد ده وان شوت. يعني هتكلم انا عن حركه الوان شوت اللي قدام شويه، خليك معايا بس الاخر، يمكن تستفاد او حاجه. او الموضوع كله في الفن اصلا، بس خليك معايا وخلاص. المونتاج بدا من زمان اصلا، مش لسه جديد. هو عادي من اول ما الافلام طلعت للنور وبدا يتعمل افلام. ومفهوم المونتاج موجود ومعروف من زمان. والمونتاج ببساطه ما هو الا عمليه لتقطيع اللقطات اللي متصوره. يعني مثلا انا صورت لقطتين، خلينا نسمي لقطه اولى ولقطه تانية. انا بقى عايز اللقطه التانية قبل اللقطه الاولى. اعمل ايه بقى؟ بقطع الشريط اللي في الكاميرا اللي هو بتاع الفيلم، يعني بقطعه حرفيا. الكلام ده قبل ما تظهر برامج المونتاج اللي هي البريمير والحاجات اللي زيه. السوفت وير ده اصلا بالبرامج ده سهلت الدنيا شويه. زمان كان معاناه. الاديتور او المحرر او اللي هو المونتير دلوقتي يعني كان بيمسك الشريط اللي متصور عليه الفيلم او المشهد او ايا كان، ويبص عليه كده بميكروسكوب عشان يشوف اللقطات. وفي خط مستقيم كده بيفصل بين اللقطه والتانيه اللي هي الفريم يعني، وبيقص من عند الخط ده ويركب اللقطه اللي بعد كده بقى. معاناه يا صاحبي. تخيل زمان لو كنت بتقدم محتوى. ايه ده؟ هتقدم محتوى ازاي برضه؟ لو كنت اديتور كنت هتتعب قد ايه؟ اول فيلم او مشهد عشان ابقى دقيق اتعمل مشهد واحد اتصور وخلاص كده، مفيش مرحله تانية بعد التصوير. كان عن طريق جهاز كده اسمه سينماتوجراف. جهاز كده بدائي جدا اتعمل 1895، واسمه عباره عن اسم مركب من كلمتين من اصل يوناني. اصلا سينما يعني سينما عادي، بس باليوناني معناها حركه اصلا، وغراف يعني تسجيل، فيعني معناها كمجمل هي تسجيل الحركه. والمعنى واضح يعني، مش محتاج تفسير. وكل ده لسه الافلام ما كانتش موجوده، يعني لسه لغايه دلوقتي مشاهد بس مش افلام يعني. اول فيلم بجد يظهر كان اسمه ذا جريت ترين روبري سنه 1903. كان وقتها حدث على الاخر. الفيلم كان طفره في الوقت ده. الفيلم كان 12 دقيقه وفي 20 لقطه، وكان اول مره يظهر موضوع الكروس كاتنج ده. اللي هو ازاي بقى؟ ان انا اشوف اكتر من حدث بيحصل في نفس الوقت. وده حصل كتير يعني في افلام بالهبل. يعني ممكن تعمل سيرش عن الكروس كاتنج، اكتر من حدث في نفس الوقت. ما هو الموضوع غريب. ازاي ممكن واحد يكون في بيته امن مطمئن وفيه هجوم جاي عليه مثلا، والكاميرا جايبه الراجل اللي في البيت في لقطه، واللقطه اللي بعدها على طول بشوف الناس اللي جايين يهاجموه بيحضروا نفسهم. الادرينالين بيتفرز في الوقت ده. الهوك اللي ممكن يشدك بقى، تبقى قاعد مستني كده ومش فاهم لسه ومش مجمع، هل هيقتلوه؟ طب هل هيخطفوه؟ طب هيحصل ايه؟ طيب فبتستنى وبتكمل فرجتك على الفيلم. شوف حركه بسيطه بس شدتك. ما كانش في زمان ترانزيشنز بقى والجو ده. الموضوع كان ابسط من كده بكتير. كان في حركات صايعه ماشي، بس مش زي دلوقتي برضه. الموضوع دلوقتي بقى بسيط عن زمان يعني. بقى في ابداع بس بسيط بيتعمل عادي يعني. كان في مثلا سنه 1913 اول ظهور لحركه الكلوز اب اللي بتقرب على جزء معين من البطل، اللي ممكن في لقطه يبان كامل واللقطه اللي بعدها يجيب وشه بقه دراع. المونتاج ممكن يخلي الممثل يركن دوره على جنب اصلا. يعني المونتاج ممكن قادر انه يوصلك المخرج عايز يقول ايه في الحته دي. يعني مثلا في الفيديو ده راجل باصص عطر اكشن واحد مش هيتغير معانا، وبعدين بتيجي لقطه على طبق جواه شيء ما من المرجح ان هو طعاما يا سيدي. فانت ممكن وانت بتتفرج تفسر ان البصه بتاعته دي وبعدها اللقطه بتاعه الطبق انه مثلا ان الشخص ده جعان، من غير ما يمثل ولا ينطق بحرف ولا يبذل مجهود. في المشهد التاني نفس البصه، وبتيجي بعدها لقطه ان في جثه في صندوق، ونفس البصه بتاعه الراجل. ممكن في اللحظه دي انت تفسرها ان هي نظره حزن مثلا عادي. وفي اللقطه التالته نفس البصه برضه، وبتيجي بعدها واحده يقال ان هي حلوه ومريحه كده على كنبه. فانت ممكن تتخيل نفس النظره اللي طالعه من الراجل ده دلوقتي انها نظره حمد الوزير. شوف رياكشن واحد بس بنظره واحده بس مع اختلاف اللقطات اللي بعد كده خلاك تشوف وتفسر لقطه على مزاجك من غير ما الممثل يبذل مجهود ويقولك انه بيمثل اصلا. المونتاج هنا كان البطل. شوف فيديو بسيط بنظره واحده بس وصل لك 3 مشاعر مختلفين عن طريق قص المشهد بس. الكلام ده ممكن تعمله في فيديو بسيط باستخدام قص بسيط قوي، على عكس المسرح اللي دايما بيتشاف لايف من غير افكتس ولا مونتاج ولا اي حاجه. لو الفنان غلط في النص يرتجل بقى وورينا ابداعك كممثل، وورينا هتتصرف ازاي. ما هو مفيش قط او نعمل بوز دي هنا، الكلام ده هناك. اصل هي عمليه ابداعيه، فن بمعنى الكلمه. يعني مثلا عادي جدا لو فوق قدامنا ممثل هقول لك ان هو مش قد كده في التمثيل، مش هقول لك انه ما بيعرفش يمثل. هو بيمثل لقطه ما واسلوبه في الاقناع في المشهد ده ما كانش حلو وما يتصدقش، والمخرج مش عايز يعيد. فهنا هيجي دور المونتير. ممكن يخليك تسمع صوته بس وما يجيبش وشه. ممكن صوته في الشوت ده يكون مقنع لعل وعسى، فلو مقنع مثلا المونتير هيقص اللقطه اللي هو باين فيها ويجيب اي حاجه، ممكن الشخص التاني اللي بيتكلم معاه او البحر او اللي بيقول له الكلام اي حاجه يعني. وممكن برضه ساعه صرخه او حزن في لقطه معينه ممكن المونتير يختار انه لو قطع الصوت في اللقطه دي
دي يخليك تحس المشهد اكتر. هو اصل وظيفته انه يعمل الصح في الماتيريال اللي معاه، وساعات بتكون مش رؤيه مونتير، ممكن ما يعملهاش من دماغه، ممكن حته معينه تبقى نظره مخرج ويقول له اعمل كذا. ما هو برضه المخرج مهم قوي، هو سيد العمل اصلا، هو مش جاي التصوير يقول لك اكشن وكت وخلاص. اكشن. المخرج بيجي له السيناريو في الاول المفروض يقراه، ده اجباري، وبعد كده بيحوله لشخصيات حقيقيه، يعني يدي الدور ده للممثل الفلاني والدور ده للممثل العلاني وهكذا. وحركات الكاميرا برضه هو بيوظفها على حسب المشاهد. يعني في المشهد ده مثلا كان مكتوب ان الكاميرا هتيجي من فوق من تحت من الجنب كده، يعني في اصلا سكريبت للحركه، هي مش سايب. والمخرج والمونتير او الاديتور الاتنين بينهم حاجه واحده مشتركه، وهي العمليه الابداعيه. لازم اذا كان المخرج او المونتير يكون دماغه دايما صح وشغاله، الدماغ ما تكونش في العادي، دايما خارجه بره الصندوق. لازم محدش فيهم يفكر زي اي حد عادي كده، اللي يكون عنده رؤيه ابداعيه ناحيه اي حاجه. يعني هو بيتمشى في مكان ما وشاف عربيه مثلا، يتخيل حركه الكاميرا وهي ماشيه من فوق او من الجنب مثلا، ويجي دايما في دماغه اهم سؤال عشان يخليه مبدع، هو ماذا لو حولت اللقطه دي للقطه تانية مثلا، ماذا لو عملت اي حاجه خارج المألوف. يعني بص، هو ده الابداع، انك دايما ما تبقاش عادي ولا متوقع. راس مالك في الموضوع ده هي دماغك بتفكر بيها، لازم دايما تبقى صاحي لكل حاجه، بص حواليك وتامل اي حاجه. في بقى حاجه من الحاجات اللي انا بسميها تحفه فنيه، وهو اسلوب الوان شوت ستايل. الموضوع هنا لازم انت كفيديو اديتور لو عندك شويه لقطات متقطعين وعايز تخليهم لقطه واحده من غير ما تبين لي اللي فيه قطع في الحته دي، لازم بقى تورينا عضلات دماغك بقى هنا. الموضوع هنا في غايه الابداع، بس انت مش بتكون لوحدك في موضوع الوان شوت ستايل ده، انت لازم تتعاون انت والمصور، لان بالتاكيد التصوير بيخدم على المونتاج اصلا كده كده يعني. بس يا ترى ايه الصعب في الموضوع اصلا؟ الموضوع مش مجرد تصوير وخلاص. تخيل معايا انا بصورك في مشهد بدايته انت عشان انت البطل، بتفتح باب الشقه وبتنزل تجيب حاجه من الشارع اللي وراكوا او من البقال، يعني المفروض انت البطل اصلا. هعمل ده ازاي من غير ما اقطع حتى حته واحده؟ الموضوع مجهد الى ابعد حد. المونتير والمصور الضغط بيبقى عليهم طول وقت التصوير اصلا. انت المفروض مثلا عندك مشهد 10 دقايق حلو، هيتصور شوت واحد من غير ما يتقطع منه حاجه خالص، المشهد متمثل ومتصور حلو ولا احلى طول ال10 دقايق. حصل حاجه في الدقيقه رقم 9 خلاص المشهد باظ. ما هو انت المشهد الاخير من الشوت لازم اعلبيكوا برضه، المشهد كله لازم بالمسطره اصلا. النقله اللي هتعملها في اخر المشهد عشان تربطها بالمشهد اللي بعده لازم تبقى مظبوطه، مفيش حته واحده بس من المشهد تجلي منك، ولو جلت تعيد المشهد من تاني. الممثل لازم يبقى عارف تحركاته كويس قوي، مش بس قاري سكريبت الكلام وحافظه، لا ده حافظ سكريبت الحركه كمان بالمسطره. ما احنا هنا مش هنهزر، الغلطه هنا بجد بحساب، وكل قعده مصاريف زياده على الانتاج اصلا. المنتج في كل قعده عمال يدفع، والمصور شقيان يابا. فيلم 1917 فيلم عباره عن تحفه فنيه، فيلم كامل وان شوت تتفرج عليه بس تتسحل في جمال التصوير والمونتاج، مش القصه نهائي. انت لو ركزت في القصه مش هتستمتع اصلا. التصوير محسسك ان الكاميرا مان ما سابش الكاميرا لحظه، موري لك كل حاجه. مستحيل تحس في الفيلم ده انه اتصور على كذا مشهد اصلا، وده صاحب سحر الوان شوت في الفيلم ده، مشدود غصب عنك من اول لقطه لاخر لقطه، وسرحان في جمال التصوير والمونتاج وربط المشاهد السحر ببعض اللي مش محسسك انه قطع في حته اصلا. بس ده كان سنه كام بقى؟ 2019. امكانيات برضه وفي اجهزه ناس شغاله عليها مش يدوي زي زمان، او برضه الموضوع مجهد قوي ومش سهل، بس في عون مساعد. موضوع الوان شوت في الوقت ده اتعمل، يعني بنتكلم في 2019، فاتعمل قبله اتعمل بعده، فاهم؟ فعادي. كان في اكستراكشن بعديه بسنه اصلا، واكستراكشن بعدها بسنتين عادي. سنه 1959 نزل فيلم سر طاقية الإخفاء، اكيد في ناس شافته، يعني ايقوني. ازاي هتتعمل الحركات والخدع دي ومفيش تكنولوجيا؟ ازاي في الوقت ده ممكن تتفرج على فيلم فانتازي قوي ومش باين انه فيك؟ يعني حركه الاختفاء اللي كان بيعملها عبد المنعم ابراهيم ده اول مره تقريبا الناس تشوفها اصلا. دلوقتي لو جيت تعملها عادي، الامكانيات اللي هتعمل بيها موجوده مفيش مشاكل، وهتعملها احسن كمان. انما زمان ازاي هتتعمل؟ الكلام ده على لسان الفنان احمد فرحات اللي كان قايم بدور اخو عصفور اللي هو الطفل الصغير. الكاميرا كانت بتوقف تصوير ساعه لبس الطاقيه، تمام، والتصوير بيشتغل تاني لما الفنان يخرج من الكادر، بس لازم باقي الممثلين يفضلوا ثابتين على نفس وقفتهم او حركتهم بس كده. الموضوع بسيط خالص، بس الفكره في الفكره ذات نفسها. والمخرج الكبير نيازي مصطفى عملها بكل احترافيه. والمخرج نيازي مصطفى وقت التصوير حط يافطه سودا كبيره على الباب بتاع البلاتو بتاع التصوير، ومكتوب عليها ممنوع منعا باتا الدخول لغير العاملين بالفيلم، عشان مش عايز حد يعرف الخدعه السينمائيه الجديده دي، لان ببساطه هي اصلا خدعه بسيطه، بس محدش يعرف وقتها هي بتتنفذ ازاي، وبالاخص مع غياب التكنولوجيا. يعني عشان تعمل حاجه زي دي انت محتاج دماغ، ونيازي مصطفى كان دماغ. بس كده، لو عجبك اللي بقدمه ممكن عادي جدا تدوس سبسكرايب ولايك وكومنت بالمره وبس. صباحكم مساءكم لذيذ.